السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير وعافية. رمضان كريم عليكم. اليوم راح نسوي شوربة الخضار بالشوفان ونكهتها بالنعناع. شوربة كلش طيبة، اتمنى تجربوها. المكونات مثل ما تشوفون قدامكم هي بوتيتة انا قطعتها ناعم، وجزر قطعته ناعم، بالاضافة الى عندي شوفان مطحون. اذا انتو عندكم مطحون خلوه، واذا ماكو عندكم هذا يصير نفس هيك الورق فاطحنوه وخلوه. زين، عندي هنا اني 3 ملاعق من الشوفان، اضافة الى نص ملعقة من النعناع المطحون. هنا طبعا ضفت بصل حمسته، راح احمس البصل، بعدها راح اضيف البوتيتة والجزر. راح اخليهم ينحمسون زين، شلون يتقلون تطلع ريحتهم، بعدها راح اضيف الشوفان اليها. بعد ما اتقلى عندي هذا زين، ايش راح اسوي هسه؟ راح اضيف الشوفان، احمسه شوية حمسة خفيفة ويا هاي المكونات، بعدها راح اضيف له مي. هنا راح تحمسوه زين، تخلطوه حتى ما يصير يعقد عندكم. هنا قبل لا تخلون المي، تحبون بعد ما تخلون المي او قبل لا تخلون المي تضيفون شوية كركم، شوية بهارات دجاج، زنجبيل، واذا تحبون فلفل اسود هم تخلون. هنا شفت الزيت قليل، خليت شوية زيت زايد. هنا الريحة راح تطلع عندكم فد شي، يعني ريحة البهارات ويا ريحة الخضروات ويا ريحة الشوفان، من ينحمس راح تصير ريحة كلش طيبة. راح نضيف المي هسه. المي تقريبا يطلع 4 أكواب، اذا تردون انتو بالاكواب تقريبا يطلع 4 أكواب من المي، واذا شفتوه يصير ثخين بعدين تقدرون تخففوه، واذا شفتوه صار عندكم خفيف شوية شوفان مطحون خففوه مي وضيفوه فوقه راح تثخن عندكم الشوربة. هنا بعد ما فارت، بعد شان ثخنت عندي، بعدها ثاني راح تجي مرحلة الشوفان، العفو النعناع. أنا هذا التخن اللي أريده. تمام، هنا عندي أني خليه الزيت أول ما تخلوه بس شوية يحمى، لا تخلوه يحمى هواي، بس شوية يحمى رأسا خلوا النعناع وطفوه. أول ما تخلون النعناع تطفون الزيت، لأن النعناع بسرعة يحترق. بس مجرد الزيت حامي، هاي أهم نقطة عندكم حتى لا يحترق ويتغير طعمه. هنا راح أجي أضيفه فوق الشوربة. أتمنى تجربوها هاي الوصفة لأن كلش طيبة وتفيدكم برمضان، وسهلة وسريعة، ومكونات متوفرة بكل بيت. وإذا سويتوها وعجبتكم كتبولي بالتعليقات، وألف عافية.